جربت كتير أنواع فيتامين سي سيروم ولقيت هدول أفضل 2 جربتهم لهلأ، فلهيك رح أحكي لكم عن كل واحد مشان تعرفوا شو تختاروا المناسب لإلكم. أول واحد دكتور ألثيا فيتامين سي، لطيف كتير على البشرة، مناسب حتى للبشرة الحساسة. في نياسيناميد يعني بوحد اللون وبخفف المسام وبعطي نضارة تدريجية، يعني لازم تستمروا عليه لتلاقوا نتيجة حلوة. مناسب كتير للي عندها تصبغات خفيفة. بتطبقيه على الوجه بالكامل، أنا حتى بستخدمه تحت العين بس ما توصلي لخط الرموش، وبعدين طبقي فوقه كريم مرطب إذا ما بدك تطلعي. أما إذا بدك تطلعي طبقي فوقه الواقي الشمسي تبعك. والنوع التاني أرانسيا فيتامين سي بوستر، هذا أقوى شوي من ناحية الجلو، بيعطي إشراقة سريعة وفي مضادات أكسدة. أول ما تحطيه على وجهك بتلاحظي إنه صار وجهك فيه نضارة وفيه إشراقة، مناسب للي بدها نتيجة سريعة. وبرضه فيك تركزي على المناطق اللي فيها تصبغات وتحطي عليه، وبرضه بحطه تحت العين. قبل ما أطلع بالنهار بحط واقي شمس، لو ما بدي أطلع برضه بحط مرطب يومي مناسب لبشرتي. فإذا بدك نتيجة أسرع ولمعة واضحة أنا بنصحك بهاد. أما إذا بدك شي بشرتك حساسة بدك شي ما يهيج البشرة فأنا بنصحك بهاد.